السلام عليكم. بسوي لكم طريقة الرز والدجاج البرياني على طريقتي بأسهل طريقة. بسم الله نبدأ. طبعا هنا عندنا أول شيء نقلي البصل نفس الشكل كذا، وكذا صار جاهز بنطلعه إلى المصفى. وهنا عندي 4 حبات دجاج مقطعة إلى 4 الحبة دجاج، حبتين طماطم مقطع، حبتين بصل مقطع، شوية من الكزبرة مقطع، ملعقة من الكمون وملعقة من الكزبرة وملعقة من الكركم، وفي بهارات خاص بالبرياني بس ما عندي، سويت انا استبدلت البهارات حق البرياني ببهارة مهران، اعتمدت على هذا، وملعقتين من بهارة مهران وشوية من صفارة زعفران، ونخلطهم مع بعض، و4 حبات زبادي ما صورتها معليش، 4 حبات زبادي. بعد ما نسوي مساق مكس للدجاج خلوا كذا، بعد كذا ارش له شوية من البصل وشوية من الكزبرة، وهنا بهارة مهران. هنا الرز بسلقه 50%، نص الكمية 50% ونص الثانية 70%، لأن نص 50% نحطه فوق الدجاج. الدجاج ما أحطه على النار إلا بعد ما أسوي الرز كامل، وبعد كذا أحط كذا الرز صار 50% استواء. أنزله فوق الدجاج اللي ما طلعتوش على النار طبعا، برشه نفس الشكل كذا. الآن هنا كذا نزلت الرز هذا استوى 50%، واسوي مظبوط. وبعد كذا اسوي شويه من البصل اللي قليته وشويه من الكزبره، فلفل وليمون على حسب الربط، ما هو حركه ما لها داعي. وهنا عندي هيل مطحون وقرنفل مع شويه كمون، هذه اهم شيء، رشه. وبعد كذا كمل الاستواء 70% الرز، واحط الطبقة الثانية. وهنا بسوي له شوية من صفارة الزعفران شوية من صفارة البيض نفس الشكل كذا. لا تنسونا متابعة الصفحة، نشر الفيديو، لايك على الفيديو، واعطوا لكم في الكومنتات. وهنا بعد سويت الصفار الزعفران وصفار البيض، شوية رشة من البهارات اللي هو الهيل والمسمار والكمون. وبعد كذا سويت البصل والكزبرة، شوية من السمن، خطوة مهمة. وبعد كذا بغطيه مظبوط، او كتم مظبوط. وهنا ارفع له النار مدة 10 دقائق على النار متوسطة، 10 دقائق بنعطي، اهم شيء نكتمه مظبوط عشان ما ينسم معنا. 10 دقائق. بعد ال10 دقائق بوطي عليه واخليه على نار واطية مدة 40 دقيقة إلى 50 دقيقة. الآن كذا بنوطي عليه النار. أهم شيء حس بيدك فوق إذا شفت القطع حار، اعتبر خلاص البخار طلع فوق، نقص النار على طول. 5 دقائق 6 دقائق كم تشوفوا. الآن كذا اعتبر جاهز. وهنا ما شاء الله تبارك الله، شوف الله على الريحة. الآن ببخره، بفتح شوية مجال للتبخير، للصحن حق التبخير. سويت شوية من السمن وحبتين جمر، حطت عليه مدة 5 دقائق، وكذا فتحنا عليه بعد 5 دقائق. ما شاء الله ما شاء الله. والريحة أكيد الريحة وصلتكم ما شاء الله ما شاء الله. شوف الدجاج، عشان تقول اللي يقول ما الدجاج ما يستوي، شوف الدجاج ذايب ذوبان. بس يا جماعة الريحة أقسم بالله مليان المطعم ما شاء الله. شوف ما شاء الله ما شاء الله، صحة وعافية. لا تنسونا متابعة الصفحة، لايك على الفيديو، نشر الفيديو، واعطوا لكم في الكومنتات، وأي طبخة معينة تبغوا اكتبوا لي في الكومنتات وانزل لكم ايه. تحياتي لكم، أخوكم الشيف عبد محمد. وأهم شيء عندي أنا هذا الفلفل، لا دجاج ولا رز، أهم شيء عندي الفلفل. أنا الصراحة يعني عشاق الفلفل. تحياتي لكم، باي باي.